في أسباب كتير بتأثر سلبي على الذاكرة والتركيز، وأهم الأسباب دي عدم الاهتمام بالتغذية. والنهاردة هنعمل عصير البنجر أو الشمندر والكركديه والمكسرات عشان نساعد في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعرف مع بعض معلومة سريعة عن أهمية البنجر أو الشمندر للجسم. يعتبر البنجر من الخضروات المهمة للمناعة والذاكرة عشان البنجر مليان بالفيتامينات زي فيتامين سي المهم في تقوية المناعة وتقليل إصابة الجسم بالأمراض والالتهابات. وكمان البنجر أو الشمندر فيه معادن زي النحاس والفولات والمنجنيز والبوتاسيوم، وبكده البنجر بيكون من الخضروات اللي بتساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير البنجر الكركديه عشان الكركديه من الأعشاب المهمة اللي فيها ألياف وفيتامينات مهمة للمخ، وكمان في الكركديه فيتامين B1 وB2 وفيتامين سي وكالسيوم وحديد. وبكده الكركديه يعتبر من الأعشاب المهمة اللي بتساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. وهنستعمل في عصير البنجر والكركديه مكسرات الكاجو عشان الكاجو بيحسن وظائف المخ، علشان الكاجو فيه عناصر غذائية مهمة للمخ زي المغنيسيوم، وكمان فيه دهون وفيتامين B6. وبكده الكاجو بيساعد على تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله. ويلا نعمل عصير البنجر والكركديه والمكسرات مع بعض. هنجيب واحدة من البنجر وننقعها في كوباية مية ربع ساعة، وبعد كده نشطف البنجر ونحطها في الكسرولة ونزود عليها كوباية مية بسم الله، ونحطها تتسلق على النار لمدة ربع ساعة. وده شكل البنجر لما اتسلق، وهنسيبه يبرد شوية وارجع لكم تاني. بعد كده هنقشر البنجر ونقطعه قطع صغيرة ونحطه في الخلاط بسم الله. هنجيب معلقة كبيرة من الكركديه وننقعها في كوباية مية لمدة ربع ساعة، وبعد كده نصفي الكركديه، وبعد كده نزود على عصير البنجر كوباية الكركديه بسم الله، ونضيف على عصير البنجر معلقة كبيرة من الكاجو المطحون أو أي نوع من المكسرات الموجودة عندنا بسم الله، ونزود على عصير البنجر كيس فانيليا بسم الله، وبعد كده نزود على عصير البنجر معلقة عسل أبيض بسم الله، ونشغل الخلاط بسم الله. وبكده بقى عصير البنجر والكركديه والمكسرات بقى جاهز نشربه. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض ازاي نعمل عصير البنجر والكركديه والمكسرات عشان نساعد في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة وزيادة التركيز في المذاكرة بإذن الله.